المهم يا علم، جه صاحب اتفضل. المخزن ولا صاحب السوبر ماركت اخدك وقال لك تعالى جو هادي نوضب المخزن سوا. تمام. خدك على المخزن وقال لك افتح الكراتين الفاضيه، فتحت الكراتين الفاضيه، افرش على الارض، فرشت على الارض، ماشي. ومش عارف معاه ايه كده، راح رماها على الارض وقال لك ظهري تعبني، بط هاته. وطيت انت تلملم الحاجه من على الارض، ما لقيت هوب. بغطيش يا استاذ بقى. لا، ما انت هتجيب الحاجه على الارض ازاي؟ هتجيبها من على الارض ازاي؟ وهوب راح شاحط صباعه صباعه في طيزك، جه ما يحط يقدرش يا استاذ بقى، صباعه. ده راجل متجوز. دخل. هو راجل ما هم المتجوزين بيدوروا على اللي زيك، بيبقى الراجل بيشتاق لواحد زيك لسه موز كده، اتخانق مع مراته بتاع، ظروفه على قده. انت هتستنى صاحب المحل يقلعك البنطلون ويحط زبره في طيزك، ولا هتاخد اجراء بمجرد ما يلمس طيزك او يحسس عليها او حتى يحط صباعه في طيزك، او تشوف لا منه من نواياه انه ممكن ينيكك؟ لا، ما فيش الكلام ده يا استاذ انا بقى. بسألك، ناس بنفترض محترمه ان وبنسأل. حصلت الحادثة دي، هل هتتخذ اجراء ولا هتستنى لما يحط زبره في طيزك؟ ما هو استاذ بقى، انا بقول لك اهو ما حصلش الكلام ده يا ومش ابني هيحصل انا ان شاء الله. بسألك، ما هو لو حصل يا ثانيه. خول، هو لو دي حصل انت مش هتقول اقول ايه؟ انه ناكك. يعني انت هتيجي حصل واصل حصل وناكني قبل مش كده هيعرف. وحصل، ما انت مش مش هيعرف يا استاذ بقى، ده راجل كبير يا استاذ يا بقى. عم كبير ولا ما يا سيدي هيبقى هو عباصك. انا بسألك سؤال يا سيدي، راجل الكاشير كبير كبير زميلك، يعني. الواد بتاع الستاك بوي اللي قال لك تعالى وشيل قصادي حاجه تقيله عليا، ايه ستاك بوي ده؟ الواد اللي بيجيب الحاجه من المخزن وبيرص الثلاجات اه والحاجه، انا ماشي. بسألك سؤال، يعني هتستنى لما يحطوا زبره في طيزك ولا هتتخذ اجراء من اول ما يحسس على طيزك؟ طبعا عشان ميتين. اهو ده اللي اسرائيل عملته الان، بعبصة عملت ايه؟ مصر وبعبصة الجيش المصري. هل يا ولاد المتناكة هتستنوا لما اسرائيل تخش سينا عشان تتخذوا اجراء؟ ما انا متفق معاك مع صاحب المحل، انت متفق، انت كاشير، خدك صاحب المحل المخزن، مفيش من ضمن الاتفاق ممنوع يلمس طيزك، ممنوع يبعبصك، ممنوع ينيكك، في اتفاقات ضمنية معروفة. فبما ان مصر سمحت لليهود ولاد دين الكلب ان هم ينيكوكوا ويبعبصوكوا يا ولاد المتناكه في ممر فيلادلفيا، يبقى عادي يعني، يشد البنطلون ونزوف. طيب السمان نفتح المايك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ باجت؟ الحمد لله يا فندم. عايزين نعمل حوار محترم يا استاذ باجت من غير قله ادب بالله عليك. هتكذب؟ والله ما اكذب. هتدلس؟ ايه السؤال؟ لا مش هدلس. هتسب؟ مش هسيب يا استاذ باجت. عارف اداب الحوار؟ طبعا يا استاذ باجت. لما حضرتك ايه السؤال؟ تتكلم انا اسمعك، ولما انا اتكلم تمام. انت تسمعني، وانت اتفضل يا بتستطرد في الحديث، عندي اعتراض، عندي استفهام، بوقفك بسألك، بتجاوبني، بتكمل كلامك. اتفضل يا استاذ باجت. الموضوع ده فيه حاجة تزعل؟ لا لا في طبعا. حاجة ما تقدرش تعملها؟ لا لا. قبل ما نبدأ الحديث بتعرفنا بنفسك وتعرف السادة المشاهدين والمستمعين من أنت، عشان الناس تاخد فكرة هي بتتكلم مع مين أو بتسمع مين. ده يزعل حد؟ انا لا لا يا استاذ ده باجت. يغضب انا حد؟ لا يا استاذ ده باجت. يزعج حد؟ لا يا استاذ باجت. زي أهلا الفل. وسهلا بيك. اسم حضرتك إيه؟ يوسف. بتشتغل إيه يا يوسف؟ انا شغال في سوبر ماركت يا استاذ باجت. عندك كم سنة يا يوسف؟ عندي 21. بتشتغل إيه في السوبر ماركت؟ شغال كاشير عم باجت، شغلانه عاديه. كاشير ولا واقف على ثلاجة ولا ستاك بوي ولا؟ لا لا كاشير. كاشير. أهلا وسهلا أستاذ يوسف. ايه السؤال بقى يا استاذ باجت؟ هل لمصر جيش أو رئيس؟ طبعا يا استاذ باجت. هو بيحمي حدودنا. مين؟ الرئيس ولا الجيش؟ الجيش. الجيش يا استاذ باجت. مم. وبيحمي حدودنا مع فلسطين واسرائيل، محدش يقدر يجي جنب مصر. مين اللي ما يقدرش يجي جنب مصر؟ اسرائيل ولا اسرائيل الفلسطينيه؟ ما تقدرش. اسرائيل يا استاذ باجت ما تقدرش تخش مصر طب لو عشان الجيش الجيش حاميها. الاسرائيلي قرر يخش مصر؟ ما يقدرش.
ما هو لو عاوز يخش هيخش، ما هو كل مره حاول يخش مصر دخل ومحدش عرف يوقفه. ما دخلش يا استاذ بهجت، دخل فين؟ 56 و67 و73. ما دي كانت حروب يا استاذ بهجت، كانت نعم. فترات فيها صراع. احنا احنا بنتكلم عن بنقول لك الفتره بتاعت دلوقتي الرئيس. ما في رئيس مره حلو في حاجه اسمها ممر فيلادلفيا والرفح، الممر بتاع رفح ده طبقا لاتفاقيات السلام ممنوع تواجد القوات الاسرائيليه فيه، ومصر حذرت اسرائيل وقالت المنطقه دي خط احمر ممنوع تواجدك فيها، وقعد فيها. مين اللي دخل اسرائيل؟ اسرائيل ما اعتقدش يا استاذ بهجت، لا اله الا الله. دخلوا من ناحيه بتاعت الحدود مع غزه. ممنوع. ما دخلوش الحدود هنا. طبقا لاتفاقيه السلام وترسيم الحدود وفض النزاعات ممنوع تواجد العساكر الاسرائيليين في المنطقه دي، او موجودين غصب عنك، غصب واقتدار، ومصر قالت وامتنعت ورفضت و ها يلا بس جاوبني. ما يقدروش يعدوا اكتر من كده، ده بص اخرهم يا استاذ بص، بهجت. ما انا هقول الحركات دي. لحضرتك حاجه. انت طول حضرتك كام؟ طولي مم. 185. هتفرق فيها يا استاذ بهجت؟ مقاس بنطلونك ايه؟ هي علاقه مقاس بنطلون يا اسمع استاذ بس كلام وسطك، البلت بتاعك كام يعني؟ البلت مم. ما اعرفش، ما بلبسش حزام يا استاذ بهجت. بتلبس بناطيل؟ بلبس بناطيل بس بتشتري بلبس مقاس حزام. البنطلون قد ايه؟ ايه علاقه الكلام ده يا استاذ بهجت اسمع بكلامنا؟ بس، مقاس بنطلونك ايه؟ انا بقول لك مقاس لباسك. مقاس بنطلونك ايه يالا؟ 40. 40 ما شاء الله، ده انت عندك وسط ومطيز اهو، صح؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لا يعني انا مش جاي جيم يا استاذ مليان بهجت، انا بتكلم ومطيز. معاك. انت مليان بلاش تريقه يا استاذ يا بهجت. عم ما بتريقش، والله ما بتريق، انت ربنا مليان ومطيز، عندك طيز يعني، صح؟ وده مش عيب، ده الطيز خير يالا، ده الطيز ما عز عنديش طيز. دلوقتي. ما عنديش. ازاي؟ امال المقاس ال 40 ده احا بتجيبه منين؟ ليه يعني؟ انت لازم على الاقل هانش كده، الطيز اللي هو بلبس الهانش. اوفر سايز. بلبس اوفر سايز. بتلبس عشان البنطلون يقع منك، صح؟ ايوه، وما بتلبسش حزام، بتلبس اوفر سايز ومن غير حزام، وبعدين ودخلوك المخزن شغال كاشير، وكل شويه توقع منك ال 10 جنيه توطي تجيبها، البنطلون يقع، الواد الكاشير اللي جنبك يبقى عباصك، صح؟ لا يا استاذ بهجت مفيش الكلام ده. انا بقى عاوز اسالك سؤال. اتفضل. صاحب الشغل قال لك تعالى، انت اسمك ايه؟ قلت لك يوسف يا استاذ بهجت. يوسف. انت لون بشرتك ايه يا يوسف؟ قمحاوي، ابيضاوي، اسمراوي؟ ابيض الحمد لله. ابيض الحمد لله. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. عارف لون الخرم ايه يالا؟ ايه؟ لون خرمك ايه؟ عارف ولا يعني محمر وردي كده؟ خرنا يا استاذ بهجت، انا راجل الحمد لله. لا اله الا الله، مالكش طيز يالا تشخ منها يا عيل. اكيد دي ايوه يا استاذ طبعا. بهجت الكلام ده. لون الخرم ايه؟ خلص بقى عشان ننتقل للنقطه اللي بعدها. والله هريحك يا ابن الكلب، هريحك. ما انا اللي بريح حرام يا أستاذ الخلق بهجت الكلام دلوقتي. ده. يالا حرام في ايه يالا؟ بقول لك لون خرم تيزك ايه تقول لي حرام؟ ايوه. وانا بقول لك هنيكك. انا عرفنا يا استاذ بهجت ما يعني انت ما تعرفش لون خرمك؟ وانا عندك- هبص في خرمي لا يا استاذ بهجت. انا عندك مرايه في البيت؟ عندي مرايه. طب بيت او يلا. ملأ. خد المرايه. عندك مرايه في الحمام؟ ايوه يا استاذ بهجت. عندك مرايه في التسريحه كده عندكم؟ ايه علاقه المرايات انت ما شاء بالموضوع؟ الله 185. خد المرايه الصغيره، ايوه. تمام، وفلقس كده وقمر في المرايه الكبيره، وبص زي الحلاق. شوف الحلاق لما بيوري لك شعر قفاك حلقه ازاي، وظبط كده، وقول لي لون لا مؤاخذه بس انا مش خرم شاذ. تيزك انا ايه؟ مش شاذ ما يا أنا- استاذ بهجت. يا عم هو انا بقول لك هنيكك؟ ده انت عيل علق صحيح، غير ده خول. ما انا هريحك. ما انت بتقول لي الخرم ومش الخرم. يالا ما انا جاي اريحك يالا. تريحني ازاي يا استاذ بهجت؟ ما انا الكلام ده هقول عيب. لك، هقول لك ليه. انا حاسس ان النوم تيزك حمر. لا والله. طب عرفت؟ مع حمرا يا عرفت ملتهى. منين يا خول؟ وانت بتقول مع لا ما حمرا. عرفتش لا انت مع زياد. حمرا يا ملتهى يا استاذ بهجت. أوه. المهم يا عيل، ايه صاحب المخزن ولا صاحب السوبر ماركت اخدك وقال لك تعالى جو هادي نوضب المخزن سوا؟
تمام. خدك على المخزن وقال لك افتح الكراتين الفاضيه، فتحت الكراتين الفاضيه، افرش على الارض، فرشت على الارض، ماشي. ومش عارف معاه ايه كده، راح رماها على الارض وقال لك ظهري تعبني، وطي هاته. وطيت انت تلملم الحاجه من على الارض، ما لقيت هوب. بوطيش يا استاذ بقى. لا، ما انت هتجيب الحاجه على الارض ازاي؟ هتجيبها من على الارض ازاي؟ وهوب راح شاحط صباعه صباعه في طيزك. جه ما يحط يقدرش يا استاذ صباعه، بقى، ده راجل متجوز. دخل. هو راجل ما هم المتجوزين بيدوروا على اللي زيك، بيبقى الراجل بيشتاق لواحد زيك لسه موز كده، اتخانق مع مراته بتاع، ظروفه على قده. انت هتستنى صاحب المحل يقلعك البنطلون ويحط زبره في طيزك، ولا هتاخد اجراء بمجرد ما يلمس طيزك او يحسس عليها، او حتى يحط صباعه في طيزك، او تشوف لا منه من نواياه انه ممكن ينيكك؟ لا، ما فيش الكلام ده يا استاذ انا بقى. بسألك، ناس بنفترض محترمه ان وبنصب. حصلت الحادثة دي، هل هتتخذ اجراء ولا هتستنى لما يحطوا زبره في طيزك؟ ما هو يا استاذ بقى، انا بقول لك اهو ما حصلش الكلام ده يا ومش ابني هيحصل انا ان شاء الله. بسألك، ما هو لو حصل يا ثانيه. خول، هو لو ودي حصل انت مش هتقول اقول ايه؟ انه ناكك. يعني انت هتيجي حصل واصل حصل وناكني قبل مش كده هيعرف وحصل، ما انت مش مش هتعرف. هيعرف يا استاذ بقى، ده راجل كبير يا استاذ يا بقى. عم كبير ولا يا سيدي هيبعبصك. انا بسألك سؤال يا سيدي، راجل الكاشير كبير كبير زميلك، يعني. الواد بتاع الستاك بوي اللي قال لك تعالى وشيل قصادي حاجه تقيله عليا، ايه ستاك بوي ده؟ الواد اللي بيجيب الحاجه من المخزن وبيرص الثلاجات اه والحاجه، انا ماشي. بسألك سؤال، يعني هتستنى لما يحطوا زبره في طيزك، ولا هتتخذ اجراء من اول ما يحسس على طيزك؟ طبعا ميتينهم. اهو ده اللي اسرائيل عملته الان، بعبصة عملت ايه؟ مصر وبعبصة الجيش المصري. هل يا ولاد المتناكة هتستنوا لما اسرائيل تخش سينا عشان تتخذوا اجراء؟ ما انا متفق معاك مع صاحب المحل، انت متفق، انت كاشير، خدك صاحب المحل المخزن، مفيش من ضمن الاتفاق ممنوع يلمس طيزك، ممنوع يبعبصك، ممنوع ينيكك، في اتفاقات ضمنية معروفة. فبما ان مصر سمحت لليهود ولاد دين الكلب ان هم ينيكوكوا ويبعبصوكوا يا ولاد المتناكه في ممر فيلادلفيا، يبقى عادي يعني، يشد البنطلون ونزوف. ايه الجديد ما انا يعني؟ بقول لحضرتك ما يقدروش، هو الكلام ده بس ما هو مجرد يقدروش كيد. ليه؟ كيد. انا هو بسألك كيد يا بس، استاذ، يعني انتوا، بيستعلموا الموقف انا اكتر. هسألك سؤال، هو يعني كيد شغل حريم، نفس بس هو شغل حريم. ما هو نفس شغل صاحب المحل لما خدك في المخزن كان كيد برضك، نفس هم حركات. ما انا بقول ما لكم يقدروش يعدوا، ما يقدروش يعتدوا ليه، على جند. ليه انتوا جامدين يعني، هتمنعوهم جامدين احنا مصنفين قبضايات؟ 10، مصنفين عالميا يا استاذ بهجت، 10 الجيش انه يقدر عقدك ينسف اسرائيل. الخرع عليك، وعلى 10 دي تضربها بايدك يا عيل اذا كنت بتعرف. ال10 دي العيال بيضربوها بايديك يا عيل، حتى الرقم اللي بتقولوه يا اولاد المتنكك رقم مهترئ. صحيح. 10 ولا رقم 12 في الاسلحه الخرده يا اولاد المتناك، في عدد لا، قطع في السلاح. بنصنع مصر اسلحه يا استاذ. بتصنعوا ايه؟ قول لنا يلا، بتصنعوا ايه؟ اتفضل. مصر بتصنع الاسلحه يا استاذ بهجت ايه بقى نوع نوع السلاح اللي والمدرعات. انتوا بتصنعوه؟ اتفضل. بنصنع يا استاذ بهجت الاسلحه. ايه هي السلاح اللي انتوا صنعتوه؟ اشرح ما لنا. اعرفش سلاح ايه بالظبط، بس هو مصر بتطلع وبتصنع اسلحه وبتورينا. يلا قول لنا نوع السلاح اللي مصر بتصنعه يا. ما اعرفش يا استاذ بهجت، انا مش خبير عسكري، بس انا بتكلم اللي هو مصر بقت بتصنع. ايه طول عمرها ما بتصنع. هو انت بتقول بتصنع، مش انت اللي تاكد لنا بتصنع ايه؟ اكيد اسلحه يا استاذ بهجت، مش مسدس ميه. ايه بقى اللي بتصنعه من الاسلحه؟ ما اعرفش ده النوع يا استاذ بهجت. يعني انا لما اقول ان صاحب المحل بياخدك ينيكك كل يوم في المخزن، برضه تقول لي يا أستاذ جدعان بهجت ما البينه ينفعش. عليك، جبت منين يا عم باجت ان انا بتناك؟ لا يا عم انا ماليش في القصه دي. اقول لك يا عم ادي الفيديو الاولاني وادي الفيديو الثاني، وادي صوتك وانت بتقول اوف واح ونح ودح ودح مح وانت بتمص وانت نايم على بطنك والراجل بيسمكك على طيزك. ما هي فيديوهات اهي وادله. قول لنا بقى ولاد المتناكه دول بيتناكوا يصنعوا ايه؟ يلا يا فندم ادينا مثال للاسلحه واسامي الاسلحه بنت المتناكه اللي بيدعوا ان هم صنعوها. اتفضل.
انا ما اعرفش الانواع يا استاذ بهجت، انا ما اعرفش الانواع امال انت ايه. عرفت منين ان هم بيصنعوا سلاح؟ الجيش بيطلع يقول والوزراء بيطلعوا فيديوهات يعني الجيش بيقول ان احنا بنصنع سلاحنا. ايوه بيطلع مش فيديوهات مش ده ويوريك الجيش ابن المدرعات والحاجات اللي بيصنعها. المتناكة، مش ده الجيش ابن المتناكة اللي عمل مؤتمر عالمي عشان يقدموا جهاز الكفتة بتاع عبد العاطي كفتة، وقالوا ده الجهاز اللي بيشفي من جميع الامراض، الجهاز اللي فيه اريال. عارف انت اللي فيه الاريال؟ اول ما تيجي الخول منكم اريال؟ يعدي عليه الاريال يقف كده. والله جهاز باريال يا ابني. تلاقي الاريال وقف وراح شمال ورا طيز اللي ماشي، ويرجع الراجل يروح يمين ورا طيزه وهو ماشي. ده كانوا بيسموه جهاز عبد العاطي كفته. مش ده ده زمان يا استاذ بهجت الكلام ده. ايام السيسي يا كلب، لا ما كانش مسك لسه. يا متناك ليه؟ طب ايام ما هو السيسي. اخترعوا جهاز من اسبوعين بيقول لك بيطلع الميه من الهواء. ده الكلام ده من اسبوعين. يا راجل ما سمعتش الكلام ده ده. كل ده عارف ليه بيتكلموا عن ده؟ قال لك اكيد عشان سد النهضه. يقول لك ما والله تخافوش. ازاي ما تعرفش، بس هيطلعوا بس الميه من الهواء. اخر اختراع ليه. هيجي يقول لك ايه؟ بعد ما دهنا الهوا دوكو هنقلبوا الميه. الاستاذ اسمه ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ يوسف استاذ يوسف، بدون خجل، وانا عهدت فيك الصراحه صراحه طوال فتره المداخله خليك بتاعتك. أصلاً. اهلا وسهلا إيه؟ استاذ يوسف. انا عهدت فيك الصراحه طوال الله يخليك المداخله يا أستاذ. بتاعتك يا استاذ يوسف. اتفضل. نورتنا. اول مره يا استاذ يوسف العيال بعبصوك ولا نكوك، كان بمزاجك ولا غصب عنك؟ استاذ بهجت ما فيش الكلام ده يا استاذ بهجت. مفيش ايه؟ مفيش يا استاذ بهجت، انا راجل محترم. مفيش ايه يعني؟ ايه انا مش بتقول؟ هز، ما حدش يقدر يعمل الكلام لا ده. لا لا لا، بقول لك ما هو لو محدش غصب يقدر. عنك، ما هو ممكن يكون غصب عنك ما تبقاش شاذ برضه. إيه نكون مش ازاي يا أستاذ بمزاجك بهجت؟ يعني. احنا في امن وامان هنا. محدش ماشي. يقدر. ما هو قبل ما يجي الامن في جيش والامان وفي دول، شرطه. ماشي، ما هو قبل ما يجي الامن والامان دول والسيسي يجيب لكم الامن والامان، مش العيال كانوا بينكوك انت والواد اللي كان قبل منك، اللي بيقول انا شغال ما مهندس اعرفش. وشغال في الكهرباء مش عارف يشجع، اللي بيقول انا اسمي محمد علاء ومش عارف يشجع كلمه علاء، يعني مش عارف يشجع علاء وبيقول ان هو اسمه محمد علاء ومهندس. استاذ بهجت والله لا انا بتكلم بجد. يعني الجيش حامي أيوه. البلد يا استاذ بهجت. انت ما ينفعش دخلت ننكر. انت دخلت أي نعم. الجيش؟ انت دخلت الجيش؟ دخلت يا استاذ بهجت. كنت سلاح ايه؟ داخلية. انت خريج ايه؟ خريج تجارة. تجاره ايه؟ تجارة يعني ايه تجارة ايه؟ مش تجارة تجارة أعضاء إيه أكيد يعني؟ يعني. تجارة يا أستاذ بقى، كلية تجارة. تجاره ايه يعني؟ هي اسمها كلية تجارة. تجاره ايه؟ بيطلعوا محاسبين يا أستاذ بقى. لا لا لا، تجاره إدارة ايه؟ أعمال، مش إدارة أعمال. اداره اعمال وبيخرجوا محاسبين مش كده؟ أنا قلت لك تجارة بتخرج محاسبين، أنا قسم إدارة أعمال. يا هم اولاد قسمين يا أستاذ البتاك، بقى. يا اولاد الواد. هم قسمين والله يا ايوه أستاذ بقى. احكي لنا بقى، هم قسمين مالهم بقى؟ قسم قسمين. محاسبة وإدارة أعمال في ايوه. كلية تجارة. انت بقى خريج ايه؟ أنا خريج، أنا قسم إدارة أعمال في كلية درست؟ تجارة. قول لنا درست ايه اخر سنه؟ درست إيه آخر سنة؟ درست محاسبة. اخر سنه درست ايه في اداره اعمال؟ محاسبة تكاليف الكلام ده من فترة يعني الكلام. يا اولاد البتناك يا شرمي، يعني يا ابن الكلب يا واطي، اداره اعمال واول ما تقول لي محاسبه وتكاليف. عادي يا استاذ بهجت هي كده. طب ايه أول تاني سنة أنا بقى؟ قلت لك يلا أنت يلا قول لي ودرست ايه تاني؟ يلا درست ايه تاني؟ يلا اتفضل. يلا اتفضل. درست إدارة. اداره زرار صراصير وإدارة تكاليف. ما هزرش والله. وخريج قسم اداره اعمال. عادي والله يا استاذ بهجت. يا ولاد الشرب، لا التعليم تقدم في مصر. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ في لازم بناخد. طب انت اسمك والله ايه؟ بتكلم انت اسمك ايه؟ والله يوسف، قلت لك دي يوسف ثالث ايه؟ مرة والله. يوسف ايه؟ السمان. ايه؟ السمان يوسف أحمد السمان. طب اشتهجى كلمة السمان كده، انا حاسس انت هتشتهجاها. استعجل السمان. ألف لام سين ميم ألف نون. برافو عليك. الله يخليك يا استاذ. ممكن تقول لي عدد المواد اللي انت درستها اخر سنة
في اداره اعمال. استاذ باجت يعني درست اقتصاد. ما انا قلت لك استاذ يا باجت محاسبه متناك، عدد واداره المواد اعمال. اللي انت عدد العدد ستة العدد ستة ستة ستك قرع يا علق. ستة والله العظيم. هل تم طب عرف لنا علم الاقتصاد كده، بما انك درست اقتصاد، يعني ايه اقتصاد؟ لا انا كنت شايلها. طب انا اقول لك حاجه. انتوا بتاخدوا كام في المداخله يا استاذ يوسف؟ والله العظيم انا ملاجنة يا استاذ باجت. والله والله انا لجنة. وانا بحبك والله العظيم لله في لله. تحبني تقوم تطلع طبعا تبعبصني وتبعبص كل الناس اللي ما عندك. اقدرش ما اقدرش يا استاذ باجت، ده انت طب الوحيد اللي بتكذب مؤيدينك ليه؟ ومعارضينك بيحبوك. ايه بتكذب ليه يا يوسف؟ بتكذب ليه ما يا حبيبي؟ بكدبش، بس الجيش ليه مكانه في البلد برضه وحامينا ماشي. وليه مكانه في العالم. طب ليه بتكذب يا حبيبي؟ يقدر كدبت في يا استاذ باجت. ايه مكانة الجيش في العالم؟ يا ريت تقول لنا مكانته ايه في العالم. دول الجيش ده يا استاذ باجت كان من زمان زي سوريا لولا والعراق. الجيش كان زمانك زي سوريا. وحرب بقى صوت ليه بقى الجيش عمل ايه عشان ما نبقاش زي حارب سوريا؟ البلد وحارب الارهاب في سيناء. لا الجيش ما حارب الارهاب بس ما قضاش عليه. قضى عليه يا استاذ باجت. لا مفيش ما دلوقتي قضاش يا ابني عليه. انت نفسي ما قضاش ازاي يا عليه. استاذ باجت؟ اللي حاربوا الارهاب في الاخر العرجاني والسواركه والقبائل قوموهم على بعض وادوهم سلاح وقعدوا يقتلوا ببعض. الجيش ملوش علاقه بالموضوع ده. فشل لا الجيش. حامي الحدود يا استاذ باجت. انهي حدود بقى؟ يا ريت تقول لي انهي حدود. وولادنا برضه بيخدموا في الجيش وبيروحوا سينا عادي ماشي يعني. ماشي ماشي، ولادكم بيروحوا. ولادكم واقفين انت عندك كام وبيشوفوا. سنه يا خول وانت بتقول ولادنا؟ عندك كام سنه يا مش قصدي ولادنا انا ايوه انا قصدي عندك كام الناس اللي سنه؟ هم عندك كام اصحابنا سنه؟ وقرايبنا ايوه عندك كام سنه؟ 25. 25 سنه. متخرج بقالك كام سنه؟ بقالي 3 اهو. بقالك 3. لما دخلت الجيش كنت سلاح ايه؟ انا قلت لك داخليه. كنت بتعمل ايه في الداخليه؟ بعمل ايه؟ بنحمي البلد يا استاذ باجت. كنا بننزل نقبض على المجرمين. ايوه انت بتنزل تقبض على كنت المجرمين؟ عسكري. كنت عسكري طبعا الحملات اللي بتطلع. ايوه بتعمل ايه بقى في الحملات؟ بنطلع يا استاذ باجت، يعني في كمين في بتاع بنطلع. في واحد هم تاجر بياخدوا مخدرات بياخدوا بيروحوا. الشهادات العليا دلوقتي في الامن المركزي؟ في تأمين ايه؟ بياخدوا الشهادات العليا في الامن المركزي دلوقتي؟ امن مركزي؟ لا داخليه ده يعني. ما اعرفش. ما انت امن لا مركزي، ما هي امن دي مركزي الداخليه. حاجه. لا داخليه لا. كنت في الاسم شغال في ما هو الاسم. الاسم امن مركزي بيوزعوا عليهم خدمات. طول عمر الامن المركزي هو اللي بيوزع الخدمات. بتروحوا امن مركزي بعدين ياخد منكم عساكر يرموكوا في الشوارع وخدمات بتقفوا هنا وهنا وهنا. في مظاهره بياخدوا شويه من المعسكر يعجنوا في الناس. ولا انا هو انا اللي كنت في الداخليه ولا انت؟ ايوه استاذ باجت انا بقول لك انا كنت في الاسم بخدم في الاسم. ماشي. هو انا ما كنت كنتش بتخدم امن في كنت بتخدم في اسم ايه؟ ما ينفعش يا استاذ باجت اقول. ليه؟ ما ينفعش يا استاذ باجت الكلام ده يتقال. ليه ايه السبب يعني؟ استاذ باجت معلومات عسكريه. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 25 دلوقتي الحمد لله. ياه كبرت 4 سنين من خلال المداخله. 4 سنين ازاي؟ مش انت اول ما بدات الناس بتقول اهو قلت 21 سنه؟ انا قلت 21 سنه؟ عندك 21 سنه. قلت دول 21. جان دول يا استاذ باجت. ها؟ انا قلت 21 ايه؟ انت بتقول لي اخر سنه. لا انت قلت عندك 21 سنه. كل البث كاتب 21. قلت 21. قلت 21. لجان دول لجان. تقول لي جاهز. استاذ باجت نتكلم في موضوعنا. بجد لو قلت لك تعالى اخبطك مسمار هتكسفني؟ برضه يا استاذ باجت الكلام ده تاني؟ انا لو قلت لك بلاش اجيبها لك على المفتشر كده قلت لك تعالى نيكك هتكسفني؟ يا استاذ باجت ما ينفعش على ستريت يا استاذ باجت. ستريت ولا وانا هنيكك بالعرض؟ هنيكك برضك ادخله ستريت. ما تخافش يعني كله ستريت. هتكسفني؟ تكسف عمك باجت؟ استاذ باجت ما ينفعش يا استاذ باجت. انا لو قلت لك تعالى نيكك هتكسفني برضه؟
ينفع كده على الهوا وتكسفني؟ ما ينفعش يا استاذ باجت. ما ينفعش ليه؟ ما تخافش، خليني احاول، اخاف ايه؟ خليني احاول، حرام يا استاذ باجت، حرام. خليني احاول، ولو انزعجت من الامر هقف، قول لي اقف اقف، لا 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 يا استاذ باجت، زبرك تخين زبرك تخين ما ينفعش. ويا خوال لما السيسي يختار لك كيف عبده ام رقاصه بس. ومثاليه، ده مش حرام؟ ولكن حرام ولا حلال؟ يعني جيت على باجت صبري حط بتكلم زبرك عن في كده. ايدك بقى حرام؟ غاد يا خوال، كل الحرام اللي جيش بيرتكب فوزية- قدامك وانت جيش جاي طالع فوزية- تدافع عنه. جيش فوزيه زحف يعني على انت بطل محمد بن انت مش اثنين. مصري، انت مش مصري وبتتكلم ليه؟ يعني هو انسان في النهايه، هو بيفرق خليه في المايه يا استاذ باجت، انا بتكلم معاك يا استاذ معلش يا باجت. عبد الكريم، لا، أرد سيبه عليه يا وأرد عبد عليك. الكريم، سيبه يا عبد الكريم يا حبيبي، هو في النهايه انسان. يعني انا لما جيت اكلمك بس مش وخرم مصري يا كيزك، استاذ باجت، مش حاسس اسمعني. بالوضع اللي احنا فيه. اسمعني بس، يعني لما جيت اقول لك انيكك قلت لي لا حرام يا استاذ باجت، ما قلتليش لا انا مصري يا استاذ باجت، المصريين ما علاقة يتنكوش. مصر بالشوسن. لا ما حصلش، انت قلت لي حرام، يبقى انت دخلت ما حرام يا استاذ باجت. من الحرام والحلال. اهو الراجل لما بيرد عليك وبيكلمك بيكلمك من منطق الحرام والحلال، لانه انسان ومسلم. صح؟ طيب وانا غلطت في ايه يا استاذ باجت؟ انا بقول لك صح ولا انا غلطان؟ صح ولا لا؟ انت صح فين فين دلوقتي؟ بالظبط؟ انت فين دلوقتي؟ يعني انا فين؟ في مصر. اكون فين؟ فين يعني؟ في البيت، في الغيط، فين دلوقتي؟ في القاهره. لا فين؟ قاعد فين يعني؟ بلاش يا استاذ باجت بالله مش عليك. عاوز عنوان سكنك، موجود فين يعني؟ موجود في البيت. هكون فين يا استاذ باجت؟ في البيت. انت قفلت الشغل، خلصت الشغل، خلصت الحمد لله. بتبدأ الساعة كام؟ ببدا الصبح. الساعة كام الصبح؟ الصبح الساعه 8. الساعة كام عندك دلوقتي؟ الساعه 4:30. 4:30 العصر. 4:30 الفجر. انت موجود معانا على البث بقالك قد ايه؟ يعني نص ساعه تقريبا او ساعه. وهتنام امتى؟ لا انا مطبق يا استاذ باجت. يعني ايه مطبق؟ مطبق، كان ورايا شغل شغل؟ ورجعت متاخر وكده. شغل ايه بتاع الفجر ده؟ والله بجد يا استاذ باجت ما كنتش فاضي ورجعت متاخر رجعت بس يعني متأخر من مش ايه؟ هلحق انام يعني. الساعة 4 وانت بادئ الصبح، بتبدأ الساعة 6 الصبح في السوبر ماركت. تمام 6 بتعمل الصبح. ايه؟ بتعمل ايه لغاية الساعة 4 ولا 3 الفجر بره في الشارع؟ انا مش في الشارع، انا في البيت بقول لك. مطبق؟ ما انت مش بتقول مطبق؟ بتطبق في البيت ليه؟ مطبق ايوه، ما ما- هو كام ما هو- ساعه وانزل يعني، فمش فارق. ما التطبيق ممكن يكون في تحت، في الخرابه، تحت الكوبري، في الغيط، في القصب، في البرسيم الحجازي، تحت السرير، فوق السرير، على الكرسي. التطبيق في كل حته. طبق يا ولا طبق يا طبق. طب استاذ بقى تقول لي ايه الغلط في اللي انا قلته في موضوعنا الاساسي؟ انا بس بسالك يا جدعان، ده راجل شغال في السوبر ماركت بيشتغل الساعه 6 الصبح، صح؟ مش حرام والله يا استاذ باجي. 8. بتصحى الساعه كام؟ انا مجتهد المفروض يعني. بنام لما برجع. انا جبت سيره النوم، بقول لك أنا بروح بتصحى 6. الساعه كام؟ المفروض بروح 6. بقول لك بتصحى الساعة كام؟ أنا جبت لك سيرة بتروح الساعة كام؟ مش عاوز تجاوب على دي ليه؟ المفروض انام الساعه 2. أنت بسألك بتصحى اتنين الساعة وبصحى الصبح. كام؟ بصحى الساعه قبلها بساعه، يعني قبلها الساعه 7. الساعة كام يعني؟ 7 ما انا بروح 8. أيوه تصحى الساعة 7. طبعا أنت هتنزل على الشغل دلوقتي، مجتهد ما شاء الله. لسه الساعه 4:30. مم. طب نرجع لكلامنا الاساسي. لا ما أنا عاوز طبعا أنت بتحضر البثات بتاعتنا كل يوم، ما شاء الله مجتهد أنت. بحبك والله يا استاذ باجي. ما أنا عارف والله، ما باين من صوتك إن أنت بتموت والله فيا، لا. عشان كده كل يوم على البث ما شاء الله. طب انت بتلاقي وقت تحضر البث بتاعنا اللي بيوصل ل 12 ساعه طبعا لا يا استاذ مؤاخذه، باجي. وبتلاقي وقت تشتغل ازاي؟ اشرح لنا الحته دي. انت اللي بتسلينا والله يا استاذ باجي. نعم انت اللي ماشي بتسلينا. ماشي. انت بتلاقي وقت تنام فيه امتى في ال 24 ساعه؟ 4. انا ما بشوفش اللايفات كلها يا استاذ باجي، انا ما بشوفش ال10 ساعات كلها يعني. ماشي هتشوف لك 4 ساعات صح؟ انا اخري ساعه ساعتين. ساعه ساعتين. انا عاوز اسالك سؤال بقى، بتنام اتفضل يا أستاذ امتى باجي. يعني؟ بنام يا استاذ باجي، ما انا قلت لك. قلت لي ايه؟
ما قلتليش بنام الساعه حاجه. 2 مثلا. الساعه 2 وتصحى لا الساعه كام؟ لو سهرت. وتصحى الساعه كام يا مزه؟ قلت لك بصحى الساعه 7 عشان اروح الساعه 8. يا ضغط ودلوقتي ده يا استاذ باجت. الساعه كام يا مزه؟ الساعه 4:30 يا استاذ باجت. وصاحي بتعمل ايه ما انا يا قلت لك مطبق يا مزه؟ استاذ باجت. مطبق يا استاذ ايه؟ يعني ايه باجت انا قلت مطبق؟ الكلام ده مرتين. يعني ايه مطبق؟ انا مش مطبق فاهم. يعني ما نمتش ما نمتش. ليه ما عشان نمتش نازل ليه؟ بدري النهارده. نازل بدري الساعه كام؟ كمان ساعتين. ما هو الساعه 7 زي انت ما قلت. هو كمان ساعتين هو دي هتبقى الشغل 7. 8 يعني هننزل 6. ما انا بس ما هي لا هي بساعة. لا عشان في نازل فرق. بدري، هي البدري عشان كده ما نمتش. انت طالع تشرمط وتكذب وتسرح بينا ليه يا حيوان؟ مش بكذب والله ما بكذب. بكذب فين الكلام اللي انا قلته كده بس؟ لا ابدا صراحه. هو انت قلت حاجه بالصدق يعني يا ابني؟ ناقشني في موضوع الجيش ده وقول لي انا غلط. لا 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 انا انا غلطت في ايه؟ بناقشك. مش هو بيحكي. انا بس هو بيحمي الحدود يا استاذ باجت. بناقشك ان انت اتفضل. كذاب. لا انت شغال في انت إيه؟ يمكن في يوم من الايام جايز كنت شغال في السوبر ماركت او بتحلم تشتغل في السوبر ماركت، انما انت لجنه حقير شرموط والله ما لجنه. خول بياخد فطيزه. والله ما لجنه يا استاذ باجت. بس انا مش لجنه يا استاذ هل باجت. لديك اقوال؟ وخلاص انا بقول للناس اهو، الراجل بيقول بيصحى الساعه 6 حرام يعني ولا عشان إيه؟ مش فاهم. يشتغل. لا مش حرام. بتتفرج علينا؟ قال طبعا اتفرج على البث قد ايه؟ قال لك ساعتين ل4 ساعات. طبعا طب يا أستاذ بينام باجت. احسن امتى؟ ما اروح اتفرج على 6. بينام احسن. برافو عليك. ما هو فحلق. طب ايه رايك السكس اللي انا بعمله معاك دلوقتي ولا فيلم بورنو؟ ها؟ استاذ باجت عيب الكلام ده. السكس اللي انا بعمله معاك دلوقتي على الهوا ولا الفيلم البورنو؟ يا استاذ باجت انت بتدخلنا في حته تانيه برضه يا استاذ باجت. ليه؟ حرام يا أستاذ وانا عملت باجت. زي صاحب الشغل خدتك المخزن ورميت شويه محدش فكه يعرف في يا الارض أستاذ- وقلت لك ولا وطن صاحب الموت. الشغل. محدش يعرف يا استاذ باجت. محدش يعرف. كلكم بتقولوا كده. والله ما كلكم حد بتقولوا يعرف. كده. والله العظيم ما حد يعرف. ماشي بس ماشي. بذمتك ما عملش انجازات رغم ان هو ممكن يكون عنده صاحب المحل صاحب المحل الرئيس يا استاذ باجت. صاحب عمل إنجازات السوبر ماركت كتير. الرئيس صح عمل انجاز صح. أيوة، العاصمة الإدارية والمونوريل. بياكل اللي زيكم عيش 50 والمونوريل 60 جنيه ولا حاجه يعني انتوا البلد اتدينت باكتر من تريليون دولار. تريليونات الدولارات دلوقتي وبتقول لي المونوريل هو ده اللي انت المونوريل خرجت منه. والعاصمة الإدارية يا استاذ باجت ما ده انجاز. انت ماما اشترت حاجه في والعلامة العاصمه الجديدة. الاداريه؟ بابا اشترى حاجه؟ انت هتشتري بابا حاجه؟ اشترى. صاحب السوبر ماركت بتاعك اشترى حاجه في العاصمه الاداريه؟ كلكم شحاتين يا ولاد الوسخه وعمالين تتكلموا عاصمه اداريه ولا حد اي حد منكم ممكن يخش هيخشها العاصمة اصلا. الإدارية عادي. لا بنخش والله. دخلنا العاصمة الإدارية دخلت كتير. تعمل ايه في العاصمه الاداريه؟ دخلنا نشوف المباني ونشوف العظمة بتاعت مصر. مع سياده الضابط والواد اللجنه عشان يعملوا لكم دورات تاهيل ازاي تطلعوا تنيكوا الناس وتخصوهم فكريا وتعرسوا لعبد الفتاح السيسي. حصل الكلام والله ولا ما لا؟ لجنة اقسم بالله. حصل الكلام ده ولا لا؟ حصلش. طيب حصلش يا استاذ باجت. واي حد والله ممكن يخش عادي. شكرا يا بتاع كليه التجاره قسم اداره اعمال. درسنا اخر سنه محاسبه تكاليف وبس. فين اداره الاعمال؟ مفيش. ما انت كذاب. قلت لك اداره اعمال واقتصاد. انت معرس وكذاب. بقول لك اداره يا عمنا انت لو حلفت على الميه تجمد الان دلوقتي خلاص. اختصاب ايه؟ اختصاب ايه؟ الاقتصاد بيدرسوه في اول لا برافو عليك يا عم احمد والله. بيدرسوه في حقوق. واللي بيكلمك دول المدخل ده سنه اولى. الاقتصاد ده بيدرسوه في سنه اولى في كليه تجاره وفي كليه حقوق. وحقوق لان انا كنت في سنه اولى بس. بعد كده بقى بتيجي بقى مش شرط المحاسبه والتكاليف واداره الاعمال وهلم جره يعني. على حسب التقسيم. ايوه حسب التقسيم. كمان انت دارس تجاره واقتصاد واداره اعمال عشان تشتغل كاشير وبتقول لي انجاز. لا انت مش واخد. يعني يا ريت هو عنده شغلانه كاشير يا عم جرير. لما تشتغل في مصر يا معرض وابقى اتكلم. لما تيجي تقعد في مصر يا ده دكتور اوفر سيز يا ده دكتور يا اوفر سايز. مين ده اللي اوفر سايز؟ هو اوفر سايز اوفر سيز يا حمار.
انت مفكره موتي زيك يا خول. ماز بنطلونه 40 استاذ بهجت انت يا بتتنمر كده يا بوطياز استاذ يا بهجت. خول يا علق يا بوطيس حمرا يا شربوط. انا كده بتتنمر يا استاذ بهجت، انا ما اتريقتش على بتنمر، حضرتك. اعوذ بالله ان اكون من المتنمرين. انت امور، انت جميله، الله يخليك انت الله موتيز يخليك بتيس حمرا كبيره بيضه برضه جميله. ما عنديش فلوس والله. يا واد امال الناس البنطلون ال 40 ده بتوديه في ايه؟ اوفر سايز. طب انا لو منك بعد ما تخلص المداخله اعمل زوم زي البنات كده قدام المرايه زوم بالبوكسر، اوعى تقلع ملط عشان القرف، وتبعت لي الصوره. ماشي يلا. صورة يا استاذ بهجت. صوره طيزك تكون صوره ايه؟ لا ما ممكن ابعت لك الفيلم بتاعي يا استاذ بهجت. مش انت بتقول كبير برضه. انت مش موتيز؟ اثبت بقى ابعته ان لك انت مش والله. موتيز. شكرا يا فندم، شكرا يا ابو بنطلون 40. ابعت لك بتاعي طيب. بنطلونك ولا خرمك؟ انا نزلته يا عم باجت، اما حضرتك قلت ما شكراً. خلاص، لا خلاص، ده على الخاول، احنا بس طولنا معاه. ادي اللجان. طيب